السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم اخصائيه التغذيه رضوى عكاشه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علشان نقول الاطفال هتصوم ولا لا، وما ندخلش في سن التكليف بدون ما يكونوا متعودين او حابين الصيام اصلا، لازم نعودهم. طيب الوقت الصح ان احنا نعودهم من 7 أو 8 سنين. ممكن نبدا نعودهم على ايه؟ بعد ما يكون مفيش مشاكل صحيه. كل اطباء الاطفال اجمعوا ان الطفل لو ما عندوش مشاكل صحيه يقدر يتعود على الصيام من اول 7 أو 8 سنين. 7 أو 8 سنين انا هبدا بالتدريج، هبدا اخد مثلا من العصر للمغرب. ليه انا بقول من العصر للمغرب؟ لان لما يستنى معانا الوقت الفطار ده هيكون فيه تشجيع ليه وتحفيز ان هو قبل المغرب بيكون في سكون وهدوء. قبل المغرب في البيت مفيش دوشه، في الشعائر بتبدا بقى ان احنا ننفذها، مثلا نقعد نقرا قران او نقعد ندعي، يتعلموا من بعد كده نبتدي نزود بالتدريج عدد ساعات الصيام، مثلا من الساعة 2 للمغرب، من الظهر للمغرب، على حسب استجابة الطفل. طيب أهم نصيحة إن الطفل في عدد ساعات بقى اللي هو فاطر فيها الصبح دي المفروض نديله مية، نديله ألياف، نديله خضار وفاكهة وحاجات اللي هتمده بالشبع لوقت طويل هتقدر تخليه يكمل صيام. طيب التحفيز بالهدايا صح ولا غلط؟ هي صح على المدى القريب، ان انا مثلا ايه هدي لك حاجه عشان تصوم هيكون كويس. على المدى البعيد هتطلع لي طفل مادي بيعمل العبادات اصلا عشان ياخد حاجه مقابل حاجه. كتير نقعد مع اطفالنا ونحسسهم بحلاوه الشهر الكريم ونحفزهم ونهيص لهم، وكمان نفهمهم ان اهميه الصيام على الجسم وعلى تحسين الصحه، وان دي عباده ربنا بيحبنا نعملها. مش شرط ان احنا لازم نجيب هدايا، وان كمان ممكن الدعاء يكون مستجاب، يقدروا يدعوا ويقدروا يقربوا من ربنا بعقلهم وقلبهم علشان يحبوا كده. ويا رب ان شاء الله يكون تعويض اطفالكم على الصيام حاجه سهله عليكم السنه دي. وكل سنه وانتم طيبين.